لدينا نحن العرب تاريخ نضالي. ليس لدينا لم نناضل حتى من أجل استقلالنا، لم نناضل. يعني هذه الدول كلها في مصر وفي لبنان وفي سوريا، الاستقلال الجزائر جاءنا على طبق من الفضة أو من الورد. هذه دول ناضلت، يعني الجزائر بلد المليون. الجزائر ناضلت، مصر ناضلت سنوات طويلة الاحتلال الإنجليزي ويعني ده أنا لا أعرف إذا الجزائر نعم، لكن ومصر ناضلت الاحتلال الإنجليزي سنوات طويلة، عقود طويلة. لكن عندنا في لبنان وفي سوريا وفي العراق كنا نعمل مظاهرات، أما نضال ثوري طويل لم نعرفه. وليبيا يعني أيضا نضلت الاحتلال الإيطالي. طيب أنا مخطئ. لا مش مخطئ، بس يعني بناقش حضرتك. لا يعني أقصد هناك نضالات عربية. التاريخ النضالي الوحيد عند العرب هو التاريخ الجزائري. هذا نضال حقيقي، لكن بقية النضالات ما عرفناها كما ينبغي. يعني بختلف طبعا مع حضرتك في هذا الامر، لان اظن ان هناك دول عربيه كثيره نضلت، منها مصر ومنها ليبيا وطبعا الجزائر في مقدمتها. الجزائر يمكن مات مليون شهيد، ولكن يعني مش محتاجين نموت مليون شهيد كي يكون هناك تاريخ نضال. لا، لانه كويس ناضلوا، هذا صحيح في الجزائر، لكن بقيه الدول انا يعني